السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم النهاردة هنعمل مع بعضينا البابا، تورتة بابا. بصي مفيش احلى من كده. بصي المسام بتاعتها عاملة ازاي. جاتو او تورتة البابا من احلى الجاتوهات اللي احنا بنبقى مستنيينها في علبة الجاتو. تعالي بينا النهارده نشوف عملناها ازاي. انا عايزة اوريكي الطراوة بس بتاعتها. بصي الطراوة بتاعتها عاملة ازاي. حاجة كده ولا أروع. يلا نشوف عملناها ازاي. اولا بعتذر عن صوت الآلية اللي كان شغال وانا بتكلم، ما كنتش واخده بالي منه. معايا هنا نص كوبايه من الزبده انا مسيحاها وثلاث بيضات عليها. هحط هنا في نص الكوبايه دي باكو خميره، واحط عليه معلقتين من الدقيق ومعلقه من السكر، وهسيبه الخميرة هنا تتفاعل كويس مع بعضها على جنب، لان احنا البطل بتاعنا النهارده هو الليمون القضاليا. احنا حاطين انا 10 كوبايه الا ربع من ليمون القضاليا، فانا محتاجه اخمر الخميره بتاعتي بره، لان هتبقى صعب تخميرها شويه جوه الليمون، فانا لازم افعلها الاول لوحدها. ضربت هنا السكر والبيض وحطيت الليمون القضاليا، ومعايا 3 كوبايات من الدقيق. وحدي الكوبايه، حاولي توحدي الكوبايه في كل حاجه. انا نخلت هنا 3 كوبايات من الدقيق، وعليهم معلقة من البيكنج باودر. بفضي هنا كمان الخميرة بعد ما اتفعلت تمام وفارت يعني. وهبتدي بقى املى الكوبايه دي ميه جنب مني، عشان انا محتاجه اشوف العجينه بتاعتي هتاخد ميه قد ايه. الاول حطيت شويه ميه صغيرين كده، لقيتها لسه محتاجه، جبت نص كوبايه كمان. يعني اجمالي الميه هنا كان حوالي كوبايه الا ربع ميه، وكوبايه الا ربع ليمون قضاليا. لو مش عايزه تعملي بليمون القضاليا ممكن تعملي بلبن، ممكن تعملي بميه، ممكن تعملي باي نوع عصير، مش هيفرق خالص. بس طبعا ليمون القضاليا انا بحب احطه في البابا طول عمري، لان بيبقى فيه مزازه حلوه كده مع الشربات وكريم جانتيه، بيبقى تحفه بصراحه. جربيه، والليمون مالي السوق كده هيعجبك قوي قوي. ولسه هنعمل كيكه الليمون كمان هتعجبكم قوي قوي. الليمون القضاليا ده من احلى الحاجات، يعني من احلى الليمون اللي يخش جوه حلويات، احسن من الليمون البلدي بيبقى مز قوي. لكن الليمون القضاليا مبقاش فيه المزازه القويه دي اللي تضايقك يعني. انا هنا حطيت العجين بتاعي كده، فضيته وسبته يخمر. معايا الشربات بتاعي هيبقى كوبايه من السكر قصادها كوبايتين من الميه، وهسيبها تغلي على النار لمدة 7 دقايق بس. هنا بعد ما ركنت العجين بتاعي او الكيكة بتاعتي حوالي ساعة لحد ما خمرت بالشكل اللي وريتهولك ده، طلعتها وخرمتها كلها بخلة كده او بعصاية شوش طاووق عشان تبقى تخينة شوية. وهبتدي اسقيها بالشربات بتاعي لحد ما تشرب كلها، وتحسي ان هي خلاص بقت طرية كده ومنغنغة شربات. الشربات بتاعنا بيبقى خفيف، لان احنا اتفقنا ان هو بيغلي يا دوب 7 دقايق بس، وتطفي عليه. وحطيت فيه قشرتين من الليمون القضاليا اللي انا كنت عصراه. ما حطيتش فيه ليمون ولا حطيت فيه اي حاجه، انا حطيت القشر بس عشان ياخد النكهه بتاعته. انا هنا بحاول اوسع بس الخرم ده عشان الشربات بتاعي ما ينزلش من الخرم اللي في النص ده. انا سقيت هنا الكيك بتاعي خلاص تمام كده، لحد ما حسيت ان هو يا دوب مقدار الشربات مظبوط على قد الكيك بتاعي. تمام كده هسيبه بقى. الشربات بيبقى سخن والكيك بيبقى بارد، او الكيك تسيبيه يبرد وترجعي تعملي الشربات سخن، يعني لازم حاجه بارده وحاجه سخنه. بصي اتقلب بمنتهى السهوله، اتقلب معايا عشان انا كنت دهنه الصينيه بتاعتي برشه زيت وبرشه دقيق، فعشان كده اتقلب معانا بمنتهى السهوله. هنا معايا الكريمه بتاعتي، معلقتين من الباستري كريم ومعلقتين من كريم جانتيه ومعلقه مليانه من السكر البودر، ومش هنكتر اكتر من كده عشان احنا طبعا مشربينها شربات ياما. طبعا زوقيها بالطريقه اللي تعجبك وزينيها زي ما يعجبك خالص. انت فنانه وتقدري تعملي كل حاجه بطريقه المناسبه ليكي. وحطي شوية فاكهة، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. يكون وصفة النهاردة عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.